العالم فيه أنواع حيوانات كتير جدا، منهم اللي بيعيش وسطنا زي القطط والكلاب، وحيوانات تانية بنشوفها ومتعودين على شكلها زي الفيلة والأسود والنمور. لكن هل في حيوانات شكلها غريب جدا للدرجة اللي ممكن تخليك ما تصدقش إنها موجودة فعلا في العالم بتاعنا؟ قبل ما أجاوبك على سؤالك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو أنت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. الخلد نجمي الأنف، وده حيوان بيعيش في أمريكا الشمالية، وبيتميز بشكل مناخيره الغريب والكبير اللي تعتبر بمثابة راسه، ولأنه تقريبا يعتبر أعمى فاعتماده الكلي بيكون على مناخيره المليانة مستقبلات حساسة جدا، واللي بتخليه عن طريق الشم واللمس يقدر يستشعر العالم المحيط بيه، خاصة إنه بيعيش في أنفاق تحت الأرض. شايف صورة الحيوان اللي قدامك ده؟ أنت ممكن تقول دي صورة فوتوشوب، وتسأل مين العبقري اللي صمم صورة حيوان خليط من الزرافة على الحمار الوحشي على حصان على غزالة. بس الحقيقة ان اللي قدامك ده حيوان اسمه الأكاب أو الأكابي، وهو نوع من فصيلة الزرافيات، يعني ابن عم الزرافة، وبيعيش في أفريقيا. وشكله الغريب ده حير العلماء زمان وما كانوش عارفين يصنفوه علشان هو خليط من كذا حيوان. لكن الأكابي تقدر تقول عليه زرافة بس على حجم أصغر وطول رقبة أقصر. الأسد والنمر بيمثلوا رعب لأي كائن حي، فتخيل إيه ممكن يحصل لو في حيوان قدر يجمع بينهم بس على أضخم كمان. دي مش حاجة خيالية، لأن بالفعل في حيوان اسمه النايجر، وده حيوان هجين بينتج من تزاوج ذكر الأسد مع أنثى النمر، وبيكون أقوى وأضخم منهم في الحجم، والنتيجة أقوى وأضخم مفترس على سطح الكوكب. بس فاضل حاجة مهمة لازم تعرفها، إنه غير مهيأ إنه يعيش في الطبيعة وما بيتواجدش غير في الأسر. هل ممكن تتصور وجود حيوان شفاف وتبقى شايف قلبه بيدق قدامك والدم رايح جاي في عروقه؟ في الحقيقة الحيوان ده موجود، وهو الضفدع الزجاجي، وده ضفدع بيعيش في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، وطوله ما بيزيدش عن 7 سنتي، ولون جلده بيكون أخضر فاتح، لكن كامل باطن جسمه بيكون شفاف زي الإزاز، وتقدر تشوف بكل وضوح كل أحشائه الداخلية زي القلب والكبد وشرايين الدم بتاعته، وتتابع كل اللي بيحصل جوه جسمه في ظاهرة نادرة ومذهلة. لو في حيوان في الطبيعة نقدر نقول عليه اسم على مسمى، فهو حيوان الكسلان اللي بيعيش على الأشجار في أمريكا الجنوبية. الكسلان بيقضي أكتر من 21 ساعة يوميا بين النوم والاسترخاء، وحرفيا ما بيتحركش من مكانه، وده عشان يحافظ على طاقته، لأنه بيمتلك واحدة من أقل معدلات الأيض عند الثدييات، ومعدل الأيض هو نسبة الغذاء اللي بتتحول لطاقة عند أي كائن حي، فأي حركة مهما كانت بسيطة بتستهلك منه طاقة بيحتاج يعوضها بصعوبة، وممكن ما يغيرش الشجرة بتاعته إلا كل كام سنة بسبب الموضوع ده، وده اللي خلاه بيمتلك أقل سرعة الحيوان في الطبيعة بالنسبة لحجمه، فسرعته ما بتزيدش عن 300 متر في الساعة، يعني السلحفة أسرع منه. واستكمالا لغرائب الكسلان، فهو ملوش ديل، ودانه مش ظاهرة في راسه، وبيمتلك أطول مخالب بين الحيوانات. أسماك القرش معروفة بشكلها المخيف وأسنانها الحادة المرعبة، لكن في نوع منهم اسمه القرش العفريت، وتقريبا انت تخيلت دلوقتي شكله عامل ازاي من اسمه، فشكل راسه مختلف عن أغلب أسماك القرش، لأنه عنده جزء بارز طويل ومخيف فوق راسه، ده غير شكل أسنانه الحادة غير المتناسقة، وده بيخلي شكله مخيف، وعنده قدرة مذهلة إنه يزق بقه وأسنانه لقدام وهو بيصطاد وكأنه مطاط. والعلماء بيوصفوا القرش العفريت إنه جحفورة حية، لأن شكله ما اتغيرش من عصر الديناصورات، وطوله ممكن يتخطى 4 متر، ومن حسن حظنا إنه بيعيش في أعماق البحار والمحيطات. لو الفار في شكله العادي بيثير اشمئزاز اغلبنا، ففار الخلد العاري بياخد الموضوع لمستوى اعلى، لانه عباره عن كوكتيل من الحاجات الغريبه. فاولا شكله الغريب اللي يوحي ان جلده مقلوب من بره لجوه، واسنانه اللي خارجه من بقه، بجانب انه من اقل الثدييات شربا للميه. وكمان فار الخلد العالي يعتبر الثدي الوحيد اللي ما عندوش مدركات ألم في جسمه، يعني مثلا لو تعرض لحرق فهو هيحس بشيء غريب في جسمه لكنه مش هيحس بأي ألم. لكن أغرب وأهم صفة موجودة في فار الخلد العاري هو إنه ما بيتصابش نهائي بأي نوع من أنواع السرطان، لأن جسمه عنده القدرة على اكتشاف أي خلايا شاذة في جسمه ويتخلص منها فورا، وده اللي خلى العلماء يكثفوا من أبحاثهم عليه في السنين الأخيرة علشان يوصلوا لآلية نقدر نقاوم بيها مرض السرطان. أبو مركوب أو أبو سفاقة،
اسمين أغرب من بعض، الطائر من أغرب الطيور اللي ممكن تشوفها في حياتك. أغلب اللي بيشوفوا أبو مركوب للمرة الأولى بيشبهوه بالديناصورات المنقرضة اللي كانت بتطير، وده بسبب حجم منقاره الضخم والسميك جدا واللي بيكون أكبر من باقي راسه. أبو مركوب بيعيش في أفريقيا في المستنقعات وبيتغذى على الأسماك والحيوانات الصغيرة زي القوارض والضفادع، ورغم وزنه الثقيل اللي بيتخطى 7 كيلو لكنه بيقدر يطير، ولكن على ارتفاعات قصيرة والمسافات ما بتزيدش عن 30 متر. مثلا حط لسانك جوه بقك ينفع يقع على أي حد إلا حيوان آكل النمل العملاق، وده لأنه بيمتلك اللسان الأطول بين كل الثدييات الأرضية واللي بيقدر ب60 سنتي، وطول لسانه خارج الفم بيوصل ل45 سنتي مقارنة بالإنسان اللي بيوصل ل5 سنتي، وبيستخدمه في التوغل لمستعمرات النمل. وآكل النمل العملاق بيعيش في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، ويعتبر حيوان فريد ومختلف من حيث الشكل عن أغلب الثدييات، بداية من شكل بقه وراسه الطولي وبنية هيكله العظمي ورجليه الأمامية الغريبة اللي تعتبر مخالب متينة بيمشي عليها. ده غير إنه من الثدييات النادرة جدا اللي غذاؤه بيكون على نوع واحد فقط وهو النمل، وبسبب ده فجسمه بالكامل مهيأ لاقتحام مستعمرات النمل وافتراسهم. الأطل من أغرب الثدييات البحرية، وشكله بيجمع بين الدلافين وفرس النهر والفقمات، لكنه بينتمي لفصيلة تانية اسمها الخيلانيات، ودي فصيلة شبه فصيلة خروف البحر ومشهور بطريقة أكله المميزة، فهتلاقيه بيحفر دايما في رمل قاع البحر عشان يوصل لجذور الحشائش والنباتات المائية، وبيعيش في المحيط الهندي والهادي، وموجود منه أعداد كبيرة في مصر في البحر الأحمر. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة، ولو مش عارف اسمع من عارف.